شو اللي يصير؟ سم يا ابو سلمي. تصدق امس والله ضحكتني يوم تكلم ولد عمك وتقول له خلوا يحاصرونكم. شري أنا شري. بيكم الخير. لكن تدرين نعم. أشهد أن الحصار فله. شو اللي يخلي الحصار فله؟ ابو سلمين انت شو تقول؟ من صدقك؟ من حاصرونا، لا هل يزوروني ولا انا ازورهم. مر رمضان ومر العيد ما شفت بناتي وعيالهم وانت تقول الحصار فله؟ هي فله. هاي شلون؟ انت تدرين ايش سووا بحصارهم؟ اذا كانت قطر قبل الحصار في عيون وقلوب اهلها، بحصارهم لنا خلوا قطر تسكن في كل خليه في اجساد هالقطر، ذوبوها بخلايانا، خلوا القطري كله وطن يمشي من ساسه لراسه. بحصارهم وحدوا قلوب وعقول هالقطر، خلوهم يد واحده وصف واحد مرصوص، حكومه وشعب حتى المقيمين. بحصارهم لنا خلونا نولد من جديد، وخلوا الوطن يولد من جديد. وياهي محظوظه الاوطان اللي تولد من جديد. خلونا نكتشف ويوه قطريه في التلفزيون نشوفهم مفكرين يرفعون الراس يتحجون. اكتشفنا الملحنين والمطربين والشعراء والكتاب، وخلوا شباب وبنات هالقطر يبدلون اساميهم، يشيلون اسامي القبيله ويكتبون اسم القبيله الكبيره قطر. شلون عيل؟ علمونا درس التاريخ الأهم، إن نعتمد على نفسنا والوطن ما يشيل إلا عياله. هذا الحصار قال لنا. وأقول لك بعد، وإذا قطر باستضافت كأس العالم صار اسم قطر على كل لسان، حصارهم خلى قطر في قلب كل إنسان. شو تقولين الحصار من فله؟ يا زين حصاركم فله فله، خلاني في عيش رغيد، يا الله تكفى نبي خله يا ليت حاصرنا لا شيء يقاصرنا في ديرة الحلوة واللي تبي سوا. اسمع حصاركم فله. شو اللي يصير؟